السلام عليكم، عاملين ايه؟ معاكم قناة ايمان للعناية بالبشرة والشعر. جايبه لكم مجموعة جديدة، مجموعة صينية اسمها لوجا. المجموعة دي مكونة من شامبو، مفيش الكونديشنر بتاعتها، في الكريم، في الزيت بتاعها. كل حاجة ليها ميزة، وهقول لكم ايه الميزة بتاعتها وايه العيب بتاع اي منتج فيهم، عشان انا جربت مجموعات كتير هندية وصينية. فالمجموعة دي طالعة اتكلم عنها. في طبعا كل حاجة ليها ميزة، وفي حاجة ما نفعتش معايا. يعني في الشامبو ده جميل، يعني هو زيرو كل حاجة، ما فيهوش سلفات، ما بيرغيش خالص، خفيف جدا على الشعر، بيخلي ملمس الشعرية ناعم جدا، بيرطب الشعرية قوي. بس لازم تستخدمي شامبو قبليها ينظف فروة الراس، لان تنظيف فروة الراس مهم جدا للشعر. تنظيف فروة الراس ما يسببش بكتيريا، ما يسببش قشرة في الشعر. فالشامبو ده لو هتجيبيه ان هو يرغي الشعر، فهو مش هيرغي الشعر خالص، او مفيهوش سلفات خالص، زيرو سلفات، فمش هيرغي. ملمسه عامل زي البلسم كده. بصوا، هو ملمسه ناعم كده، رطب جدا، رطب الشعر وما بيرغيش. فلازم تستخدمي اي شامبو قبليها بيرغي الشعر، عشان ينظف فروة الراس، عشان ما يحصلش قشرة، ما يحصلش بكتيريا في فروة الراس. اللهم صل على النبي. طبعا مش هتستخدمي معاه اي هير ماسك، اي كونديشنر، فهو جميل قوي، هو لوحده كفايه. حجمه كبير، حجمه 500 ملي، نص كيلو. سعره كويس، سعره عامل 200 جنيه، وعلى حجمه حلو قوي، بس هو مش بيرغي الشعر خالص. نيجي بقى للزيت بتاعه، ده ياخد 10 من 10. جميل، الزيت بتاعه حلو قوي، لونه اخضر، ريحته حلوة قوي. يعني في ناس بتبقى بتحب الزيت يعمل مفعول في الشعر، وفي نفس الوقت يكون ريحته الكويسة، فهو ريحته حلوة قوي. ريحته، انا اول ما استخدمته حطيته على ايدي، وبقى طبعا حطيته على شعري، ريحته فضلت في ايدي لحد تاني يوم. غسلت ايدي، ريحته فضلت في ايدي، فهو ريحته جميلة قوي. يعني ريحته دي تاخد 10 من 10. ريحته عاملة زي جوز الهند كده، جميلة. بيلمع الشعر، بيديله لمعة كده لو الشعر مطفي، بيرطب الشعراية قوي، وبيخليها كده فيها طراوة وناعمة، ملمسها حلو، مش دهني وبيلزق وكلام من ده. هي دي العلبة بتاعته، طبعا ده الاصلي. تعرفين منين؟ بصي العلبة بارزة عليها الشعرية ازاي، شايفين؟ فده مش موجود، ده بارز، بصي ازاي اهي. طبعا في الباركود بتاعه، هو جواه هو جواه دي، فدي فيها زي نقط كده، بتستخدميها على فروة الراس. انا ما بفضلش الزيت بصراحة على فروة الراس، عشان ما يسدش المسام، بس هو صحي ويغذي فروة الراس. يعني هو دي عاملينها وبيدي يعني طالة للشعر، بيطول الشعر. بتستخدمي المجموعة كلها مع بعضيها، بيطول الشعر بطريقة مناسبة، يعني مش زي الزيت 108 عشبة بصراحة. سعر الزيت ده عامل 150 او 160، مش فاكرة، بس هو في الرينج ده. لونه كده، لونه اخضر، لونه اللون ده كده. مجرد اصلا ما بتمسحيه مش بيلزق في الشعر اصلا، مجرد ما دهنته على شعري بس خلاص، مفيش، مش مدهن كده وبيلزق وكلام من ده، فهو كويس. نيجي بقى للكريم بتاعه. طبعا بعد ما بتستخدمي
الزيت بتبقى محتاجة كريم كده تحطيه على الشعر يقلل الهيشان، تسرحي شعرك، تمشطيه كل يوم الصبح بالليل، الكلام ده. فالكريم ده حلو برضو، بيدي نفس المفعول بتاع ده بس مش نفس الريحة. ريحة الزيت افضل بكتير، ريحة الزيت احلى. الكريم بيلمع الشعر، بيقلل الهيشان، بيفرد الكسرة بتاعة الشعر، بيفرد الكسرة بتاعة الشعر. بس الكريم مش هيغذي الشعر زي الزيت بصراحة. الزيت احلى بكتير من الكريم. الكريم ده لو حابة مثلا تقللي الهيشان، تمشطي شعرك، كل الكلام ده، فهو حلو بنسبة 5/10. ما اقدرش اديله اكتر من كده بصراحة على سعره، لان انا بعمل تركيبة زيت حلوة قوي وما بتبقاش بنفس السعر ده، سعر اوفر غالي شوية. وبتفرد الكسر احسن منه، وبتنعم الشعر قوي، وبتخلي الشعر رطب معاكي 3 ايام لحد ما تغسلي شعرك، وما بيبقاش فيها هيشان كتير. وازازة الزيت يعني بتبقى سعرها احلى من ده ممكن يعمل، ده عامل 170 و150 تقريبا، مش فاكرة، بس هو في الرينج ده 150. لا ده 150 وده 170، 150 و170 و200. فده على 150. انا بعمل ازازة الزيت الكبيرة ببيعها ب150، 100 ملي، بتنعم اكتر من ده، فيها فايدة اكتر من ده، ما بتعملش هيشان خالص في الشعر، فاحلى من ده بكتير. ده ريحته حلوة، ريحته تاخد 10/10. المفعول بتاعه بتاع الإطالة مش أحسن من 108 عشبة، بس هو طبعا سعره مناسب، سعره حلو، مثلا في متناول الجميع. لو هتشتريه ب170 فده حاجة كويسة، 100 ملي. إنما ازازة الزيت التانية مثلا 100 ملي من 108 عشبة، أنا بعملها هنا تقسيمة، هتبقى عاملة 300 جنيه. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.